يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. أعجل الطاعات أجرها وثوابها عندما يقابل الإنسان الله تعالى، الحسنات والسيئات، لكن هذه العبادة أعجلها ثوابا وأجرا وحسنات تجدها في الدنيا قبل أن تجد ذلك في الآخرة. إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، وإن أهل البيت، لا زال الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أهل البيت ليكونون فجرة ويتواصلون فتنمو أموالهم وتكثر أولادهم، لا تكون الصلة في بيت ويحتاج أحد منهم، لأن صلة الرحم تبارك في الأرزاق، تطيل في الأعمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره، ذكر حسن وكلام طيب بعد ما يتوفى، من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يطال في عمره وأن يبارك في رزقه فليصل رحمه. ما تريد أن الله يبارك لك في رزقك؟ ما تريد أن يضاعف الله لك في حسناتك؟ ما تريد أن يطيل الله في عمرك؟ كل واحد منا يتمنى أن يطول عمره، ودائما طال عمرك ويتمنى إن شاء الله يطول عمرك في الطاعة، دعاء بعضنا لبعض. من أراد طول العمر فعليه بصلة الرحم. أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا تجدها في الدنيا قبل ما تجد الثواب العظيم عندما تقابل الله تعالى.